قرب السحاب وفي لحظة واحدة لونه اتغير، وتحولت الدنيا للون الاسود اللي ضلمت الارض بيه. فاللي كان بيظنوه سحاب طلع عذاب، وبدأ الاعصار يغطي كل شبر بالتراب. والريح الصرصر هي اللي فيها صفارة شديدة بتصم الودان، والريح العقيم هي اللي ما بتحملش لا سحاب ولا مطر ولا تلقح ارض ولا نبات، ومفيش في بطنها الا الهلاك والدمار. بتخلع كل حاجة في طريقها من جذورها، ما بتجيش على حد إلا صرعته وموتته وفرشته على الأرض. إرم وعاد ابتلعها الإعصار. وهنا يظهر لك الفرق بين المتكبر والمتجبر. أجساد الأحياء وجثث الأموات بتطير في كل مكان، فاللي ما ماتش بالإعصار والريح مات بالجوع والعطش أو تحت الرملة. وظهرت الشمس لأول مرة من أسبوع، وكانت المفاجأة. وإزاي قدر هود واللي معاه إنهم يتركوا أوطانهم والجنة اللي كانوا عايشين فيها ويروحوا المصير مجهول ما يعرفوش عنه حاجة؟ ويا ترى كان ايه المصير ده؟ هو ده اللي هنعرفه بالظبط النهاردة عن قصة هود وقوم عاد. فيلا بينا. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند قصة هود وقوم عاد، واللي كانوا عايشين في منطقة جميلة اسمها الأحقاف. المنطقة اللي كلها عيون وواحات وساحات خضراء، واللي من شدة جمالها اتسمت الأحقاف عشان أكوامها الرملية اللي بتتشكل فيها بطريقة طولية متمايلة غاية في الجمال، واللي تقدر تشوف جمالها النهاردة عن طريق الأقمار الصناعية بمنتهى السهولة. الأحقاف اللي جمالها ربنا وصفه في القرآن وقال: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. الأحقاف اللي أهلها برعوا في كتير من الحرف، واللي كان حياتهم الاقتصادية وحضارتهم بيتضرب بيها المثل. اشتهروا بفن البنى وكان ليهم حضارة عظيمة فيه، فبنوا الأعمدة الضخمة والأصول الفخمة واللي ربنا قال عنها: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فربنا أعطاهم من كل أنواع الخير وجعلهم خلفاء لقوم نوح. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فربنا رزقهم قوة في أجسادهم في طولهم وعرضهم. فمرت سنين وعاد على التوحيد وعمالة تزداد قوة، لغاية لما انتشر فيها وباء خطير بينها وبين أهلها. وباء كان سبب هلاكها وسقوطها. فيا ترى إيه هو الوباء ده؟ وإزاي اتحولت عاد من دولة قوية ومستقرة بيتضرب بيها المثل في إتقانها وحضارتها لمكان محطم كانت نهايته تحت التراب؟ مرت سنين طويلة وقبيلة عاد أو إرم اللي حكمت الجزيرة العربية على التوحيد، لكن بدأ الغرور يتسلل ليها وصارت مفتونة بقوتها وانتشر فيها الكبر والغرور. وزي ما ساق الكبر الشيطان للشرك، كمان ساق قوم عاد للشرك، وانتشر ما بينهم الظلم اللي هو بداية نهاية أي أمة. وتحولت إرم من مدينة حضارية موحدة لمدينة مشركة ظلمة. وفي أجواء الغرور والوثنية دي اتولد طفل اسمه هود، وبدأ هود بالفعل يدعي ناسه وقومه ويبين ليهم خطورة الشرك والظلم وإن هو بداية الهلاك. لكن للأسف اتكررت معاه معاناة ومأساة نوح عليه السلام، ورموه بالسفاهة والتفاهة واتهموه بالكذب، لدرجة إن هود من وجعه كان بيقول لهم: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. عاد وإرم ركبوا دماغهم ورفضوا الاستجابة لأي كلمة بيقولها هود. وزي ما كانت معصية آدم النسيان، كمان كانت معصية إرم برضو النسيان. لكن نسيان المؤمن غفلة، ونسيان الكافر جحود واستكبار. فآدم نسي وتاب واستغفر، لكن عاد نسيت وجحدت واستكبرت. نسيت عقاب ربنا لقوم نوح، فما كانش من هود إلا أنه يفكرهم ويقول لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وظل هود ينصحهم ويدعوهم، لكن منعهم كبريائهم وغرورهم إنهم يأسلموا. فالمتكبر ما بتزيدوش النصيحة إلا كبر وغرور. قعد هود يحذرهم إنهم يغتروا بقوتهم الاقتصادية والعسكرية وبمظاهر العمران المبهرة اللي وصلوا لها، وإن عليهم إنهم يشكروا ربنا اللي اداهم أسباب القوة دي واللي قادر إنه يسلبها منهم في أي وقت. وبما إن الشرك أول شيء بيعمله إنه بيغيب العقل، فكان عقلهم غايب، عكس التوحيد اللي أول شيء بيعمله إنه بيفتح العقل. ومن هنا تفهم مناشدات التعقل من الأنبياء في مخاطبة أقوامهم. المهم اتغرت عاد بقوتها وحضارتها. فمن أعظم آفات التقدم والحضارة إنها بتورث الغرور. وعشان كده ربنا قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وتزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهو ده اللي حصل لإرم وعاد.
عشان كده كان هود بيصرخ فيهم ويقول لهم: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكن ما كانش عندهم غير الحجة البليدة، وهي إن الأصنام دي تراثنا وميراثنا الثقافي، ومش هنتخلى عنها مهما قلت، سواء علينا أو وعظت أم لم تكن من الواعظين. أصاب إرم الغرور لغاية لما استخفوا بكل شيء، لدرجة إنهم كانوا بيقولوا: من أشد منا قوة. وعلى غرورهم وزاد، وتحولوا من متكبرين لمتجبرين. عشان كده ربنا قال عنهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فما فيش بعد التكبر غير التجبر. فكان من جبروتهم ان لما كان هود بيحذرهم من عذاب ربنا، كانوا بيردوا عليه في غضرسه وتحدي وبيقولوا: فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. وكانوا بيقولوا: وما نحن بمعذبين. وهنا يظهر لك الفرق بين المتكبر والمتجبر. فالمتكبر بيتكبر وبيستخف بقوة الخلق، اما المتجبر فبيستخف بقوة الخالق الجبار. وهنا نزل الوحي على هود بيخبروا ان الوقت آن، وانه عليه وعلى المؤمنين الرحيل. فما كانش من هود الا انه يؤمر اتباعه انهم يستعدوا للخروج والرحيل. ومن ساعتها توجه هود واللي معاه لبيوتهم يجمعوا حاجتهم وامتعتهم. وليك انك تتخيل انك عايش في البلد الاولى في التقدم والحضارة والجمال، وفجأة وبدون اي مقدمات تؤمر انك تجمع اشيائك وتترك كل مصالحك واعمالك وترحل عنها. متخيل كان قد ايه الموقف صعب على هود واللي معاه؟ حضروا شنطهم وربطوا أمتعتهم على الجمال وعيونهم بتفيض من الدموع. وفي مشهد صعب بدأت الجمال تتحرك عشان تتحرك معاها قلوبهم وتفيض بالحنين لكل شبر فيها. هنسيب الجمال ده كله ونروح لأماكن جديدة مجهولة ما نعرفهاش. هو ده كان مشهد المؤمنين وقلوبهم بتتعذب في مفارقة أوطانهم. أما المشركين بقى فكانوا في قمة السعادة. فمن اللحظة دي محدش هينغص عليهم عبادتهم للأصنام. اتفائلوا برحيلهم وظنوا انهم خلاص كده انتصروا على هود، وخصوصا لما شافوا السحاب مال السماء، فظنوا ان السماء بتحتفل معاهم عن طريق السحاب، ففرحوا بالسحاب وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فمن اللحظة اللي خرج فيها هود والمطر هينزل علينا بالخيرات. وما كانوش متخيلين ان ده مش سحاب لكن اعصار وعذاب. قرب السحاب وفي لحظة واحدة لونه اتغير، وتحولت الدنيا للون الاسود اللي ضلمت الارض بيه، وكأن الليل حل في لحظة. قرب اكتر فتفاجئوا ان ده مش سحاب لكن اعصار بيغطي السما كلها. اعصار هايل بيلف حوالين نفسه زي القمع الهايل، وظل يكبر ويكبر لغاية لما سد انوار السما كلها. فاللي كان بيظنوه سحاب طلع عذاب، وبدأ الاعصار يغطي كل شبر بالتراب. ريح شديدة ربنا وصفها بالريح العقيم والصرصر العاتية. والريح الصرصر هي اللي فيها صفارة شديدة بتصم الودان، بتخلع كل حاجة في طريقها من جذورها، بتخلع الأعمدة وبتنزع الخيام الضخمة العملاقة. ريح شايلة آلاف الأطنان من رمال الأحقاف واللي كانت بتتزين بيها قبل كده. إرم وعاد ابتلعها الإعصار، أجساد الأحياء وجثث الأموات بتطير في كل مكان، والضلمة موجودة والإعصار شغال طول اليوم مش شوية وخلاص. ودخل اليوم التاني والوضع زي ما هو، وكأن الإعصار بلع الشمس ومفيش ليها أي أثر. ودخل اليوم التالت والرابع والخامس والسادس والسابع من غير شمس ولا أكل ولا شرب. فاللي ما ماتش بالإعصار والريح مات بالجوع والعطش أو تحت الرملة. واسمع الآيات دي اللي فيها تصوير دقيق لمصرع قوم عاد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ريح صرصر عاتية ما تعرفهاش الجزيرة العربية قبل كده. ريح شديدة فيها عذاب أليم، وما بتجيش على شيء إلا جعلته كالرميم. ما بتجيش على حد إلا صرعته وموتته وفرشته على الأرض. ما بتلمس شيء إلا وبتهلكه وما بتخليش فيه أي نفع. وما قدرش قوم عاد مع قوتهم إنهم يتحملوا أو يقاوموا أو حتى يهربوا منها. ما قدروش يهربوا منها للكهوف والمباني الضخمة لأنها كانت بتنتزعهم منها انتزاع، بترميهم الريح قتلى في كل مكان. بعد ما مزقت أجسادهم في الهواء وطارت أعضائهم في كل مكان، كانت زي ما ربنا وصفها ريح عقيم.
والريح العقيم هي اللي ما بتحملش لا سحاب ولا مطر ولا تلقح أرض ولا نبات، ما بتحملش لا بركة ولا منفعة، ومفيش في بطنها إلا الهلاك والدمار. 7 ليالي مفيش لا ليل ولا نهار، ضلمة ورعب ما بينتهيش. وفي اليوم الثامن بدأت الريح تخف شوية شوية لغاية لما وقفت، وبدأ الظلام يخف واحدة واحدة، وظهرت الشمس لأول مرة من أسبوع. وكانت المفاجأة، الأرض غير الأرض وكل حاجة اتبدلت. هو فين الأحقاف وجمالها؟ مفيش. هو فين العيون والآبار والواحات؟ برضه مفيش. لا نخيل ولا خيام ولا أصنام، كل حاجة اختفت تحت ملايين الأطنان من الرمال. وأشرقت وطلعت الشمس على مدينة جديدة في كل حاجة. أمة بعد ما كانت من أقوى وأظهر الأمم أصبحت بالغرور والكبر تحت التراب، وأصبحت في لحظة كومة رمل وقصة بتروى. وتعال نروح بالمشهد لمكان تاني، وهو مكان هود وأصحابه، على أرض تانية بيعمروها بخبرتهم في البنى والتشييد، ومنشور ما بينهم العدل والتوحيد. وتمر السنين ويكبر هود ويشيخ، وبعد فترة يموت أصحابه من بعده، عشان يورثهم أجيال بعد أجيال كلهم على التوحيد الخالص. وانتشر أتباع هود في كل أرجاء الأرض، فأهلك ربنا عاد عشان يكونوا عبرة للأمم من بعدهم، وعشان ينضم للأجيال جنب قصة هلاك قوم نوح قصة هلاك قوم عاد. ولما أهلك ربنا قوم عاد بالريح، جه من بعدهم قوم اسمهم ثمود وعمروا بلادهم، وكانوا بيعيشوا في أمن وسلام وأمان، وكانوا بيجيدوا الفلاحة والزراعة وصناعة البيوت والقصور زي عاد. إلا إنهم كانوا بيتفوقوا عليهم إنهم كان عندهم مهارة ما كانتش عند قوم عاد. فيا ترى إيه هي المهارة اللي اتمتع بيها قوم ثمود على قوم عاد؟ وإزاي ابتدأت دعوة نبي الله صالح معاهم؟ وإيه هي الآية والمعجزة اللي ربنا اداها له عشان يؤمنوا بيه؟ وإزاي كانت نهاية قوم ثمود؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية من قصة نبي الله صالح بإذن الله. سلام.